تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم ذكر بط محشي فريك جميل جدا وبطريقه جميله بالبرتقال، رهيب جدا جدا. تعالوا معانا والتتبيله بتاعته رهيبه. يلا بينا نعمله مع بعض. تعالوا معايا كده، عندي ذكر بط وعندي فريك، كيس فريك من اللي احنا كنا عاملينه محضرينه، وعندي بصلايه ورق لورا وحبهان ومستكه. هحط حله على النار فيها احط فيها الحبهان والمستكه والورق لورا والميه تغلي عبال ما احشي البطه معاكم. اول حاجه بقى هنعملها، هجيب هنا معلقه بهارات مشكله فراخ ومعلقه فلفل اسود صغيره ومعلقه ملح. دول همسكهم اتبل بيهم البطه كلها، ادعك بيهم البط، اقلبيهم كده على بعض. بره وجوه. بصوا كده جوه البطه كده عشان تبقى متبله من بره ومن جوه، وبعدين كده من فوق. ودي اهم خطوه على فكره، انك تتبلي البطه كده كويس. وبعدين هجيب بقى ايه، هبدا اقص معايا دي. هجيب عندي الفريك، كيس الفريك، وهسيب البطه كده تتبل. جبت عندي وعاء كده، حطيته قدر، حطيته على النار، هحط فيه معلقه سمنه فلاحي، وهحمص الفريك شويه من الرطوبه اللي خدها من التفريز، ودي خطوه مهمه جدا. هنبدا بقى كده، معلقه سمنه فلاحي اهي محطوطه، ماشي. هنبدا بقى ننزل فيها الفريك وهنديله تقليبتين، ونزود عليه بهارات نص معلقه وربع معلقه فلفل اسود. هنقلبهم تقليب كويس. طبعا ده هيخليه تاني كأنك لسه عاملاه طازه. على فكره ممكن تحشي بيه على طول، بس انا بحب اعمل الخطوه دي عشان انطر الرطوبه اللي خدها من التتليج، بس من السقعيه من التبريد في الفريزر. هتني تقلبي فيه كده لغايه ما يسخن معاكي، وخلاص كده. اهو بقى ريحته جميله جدا كانك لسه عاملاه الطريقه دي. هبدا بقى احشي بيه البطه. البطه عندي اهي مفتوحه، هنبدا بقى ايه نحط جواه. انا مش عامله كميه كبيره الفريك، صيام بقى، وعلى قد اسرتك تعملي. هنحشيها بقى كلها. هبدا اجيب بقى عندي خله، مش لاقيه عندي خله صغيره، لاقيها مني، فهعملها كده، لان انا مش حشيها قوي، يعني انا ايه، حاطه على قد ايه، بس كده. الميه بقى هتغلي، وهنبدا نحطها تتسلق. تعالوا بصوا كده، الشوربه بتاعتي غلت، حطيت الدكر فيها، هغطيه بعد ما يغلي وهسيبه يستوي على نار هاديه عشان يستوي معاكي بسرعه. بس كده. تعالوا بصوا معايا كده، ادي البطه، الدكر بط بتاعي كده ايه، اتسلق. حضرت عندي بصله وطماطمايه من نص معلقه فلفل، نص معلقه بهارات، نص معلقه بابريكا. هحط كل المكونات دي في قلب الخلاط وافرمها، وهتبل بيها الدكر بتاعي.
تعالوا بقى بصوا معايا كده، جبناه وجبنا الخليط بتاعنا بعد ما ضربناه. انا دهنته الاول سمنه فلاحي، ماشي، وهبدأ بقى انزل الخليط اللي انا عملته ده كده عليه. هيخلي طعمها جميل 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 جدا. بصوا كده، هي كده خلاص اتدهنت كلها. حطها بقى في قلب الفرن، ولما على الشواية، ولما تتحمر كويس، وحتى تحت كبشة زيت بسمنة فلاحي من تحتيها، وهسيبها بقى في الفرن تتحمر. قبل ما ادخلها الفرن هرش عليها بقى ملح مبهر، عشان كده انا ما حطيتش ملح مع البهارات مع الخليط. ترش كده عليها، خليها غنية كده. ده ملح الهيمالايا مبهر جميل جدا. بس كده ندخلها بقى الفرن. يلا تعالوا معايا كده، بصوا ده الشكل النهائي لدكر البط بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، جميل، جربوه. طبعا التتبيلة بتاعته معمولة بالبرتقال، عشان كده زودناه لكم بالبرتقال. جربوا الطريقة بتاعتنا وقولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات.